جزيلا. طيب، من الجزائر هاتفيا للتعليق على خسارة روراوة السيد نجم الدين سيدي عثمان، وهو صحفي بجريدة الهداف الجزائرية. أستاذ نجم الدين، مساء الأنوار. مساء النور ومساء الخيرات، مرحبا. أهلا وسهلا. كيف استقبلتم أو الإعلام الجزائري استقبل خبر عدم توفيق السيد روراوة في انتخابات المكتب التنفيذي؟ والله كانت مفاجأة كبرى لخسارة رئيس الاتحادية، لأنه عارف بالكواليس ولأنه واجه منافس واحد، باعتبار أنه المنافس الليبي أنور طناشي انسحب من السباق. معناتها أنه كان صراع بينه وبين المغربي الذي لا يملك خبرة كبيرة، لكن النتيجة كانت صدمة كبيرة، لأنه كان المغربي حقق 6 أضعاف لروراوة، يعني ليش فائف 1 أو 2 أو 3، 7 مقابل 41، يعني أنه يفوز عليك بنتيجة 41 مقابل 7. معناتها روراوة كان يسبح، يعني كان من المفروض، ربما كانت من المفروض انه لو توفرت عنده هذه المعطيات كان من المفروض انه ينسحب ويخلي السباق على عوض ان يخرج من الاتحاد الافريقي بهذه الطريقه الغريبه جدا، الطريقه اللي مفاجاتنا بصراحه، خاصه النتيجه، لانه يعني روراوة موجود في هياكل الاتحاد الافريقي منذ سنه 2004، منذ انتخابات تونس سنه 2004، 13 سنه من التواجد امام منافس مغربي لا يملك اي ثقل في افريقيا، فوزي لقجع. ولكن في الكواليس عمل فوزي لقجع، لانه قام في السنوات الاخيره بعقد اتفاقات مع الاتحادات الافريقيه، 35 اتفاق بينه وبين الاتحادات الافريقيه على لعب مباريات وديه، على تبادل الخبرات. ولكن رئيس الاتحاد الجزائري الذي صوت على صوت الجزائر ذهب لعيسى حياته، يبدو انه كان في عالم اخر، والنتيجه هزيمه اظن قاسيه جدا ومفاجاه، وخروج من الباب الضيق من الاتحاد الافريقي. استاذ نجم الدين، تتوقع او تتصور ان العلاقه الوطيده اللي بتربط السيد روراوة بالسيد عيسى حياته ربما كانت سببا في ثقل هذه الهزيمه؟ لا أتوقع، هي لم تكن بينهما علاقة وثيقة، لأنه العلاقة ساءت جدا بين روراوة وعيسى حياته منذ 2014. الصحافة الجزائرية وقتها نشرت معلومات عن نية روراوة في الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي. وقتها ساءت العلاقات بشكل كبير جدا، وهي علاقات كانت مبنية على مصالح وتبادل المصالح. منذ ذلك الوقت لم تستفيد الجزائر أي شيء من عيسى حياته. سنة 2015 كان من المفروض أن الجزائر تنظم كأس افريقيا، ولكن التنظيم ذهب إلى الجابون وكانت خسارة كبيرة جدا. كؤوس افريقيا 2013 و15 و17 المنتخب الجزائري اشتكى من التحكيم. في السنوات الأخيرة أصبح التحكيم مشكل بالنسبة للجزائر. تقريبا ثقل روراوة فقده منذ أن ترددت هذه المعلومات أنه سينافس عيسى حياته، وبالتالي لم تكن هناك علاقة بينهما علاقة جيدة. ولكن في الشهور القليلة الماضية بسبب المصالح دائما تمت بعض التقارب بين الرجلين في المدة الأخيرة، ولكن هذا التقارب كان خاطئا. كانت يعني أنه يعني عكس كل اتحادات شمال افريقيا، روراوة او الجزائر تمنح صوتها لعيسى حياته، ايضا كان سباحها عكس التيار، يعني روراوة كان يسبح عكس التيار وكأنه في عالم اخر، رغم انه عنده ثقل في انا شبهت الشيء ما فعله روراوة في هذه الانتخابات مثل خسارته امام المغربي لقجع، يعني بمثابة الشركات العالمية اللي عندها ماركة عالمية ومشهورة هذه الشركة، وتعتقد أن هذه الماركة وحدها تكفي لتسوق نفسها في السوق. ولكن السوق يتغير، السوق لازمك الجديد، تغير تماما. واليوم 70 سنة ربما فقد الحماس، ما بقاش عنده نفس الحماس اللي كان اللي هو موجود اليوم ربما عند التونسي طارق البشماوي، ربما موجود ايضا عند لقجع اللي رئيس الاتحاد الجامعه المغربيه، اللي عبر في الكثير من المناسبات عن رغبته في عوده المغرب الى الساحه الافريقيه من خلال بوابه العضويه في المجلس التنفيذي للكاف. اخيرا استاذ نجم الدين، ربما اعلم ان الشارع الجزائري يعني لم يكن راض عن اداء روراوة بعد الخروج من افريقيا. هل الشارع الجزائري استقبل هذه الهزيمة القاسية للسيد روراوة بشيء من الارتياح، ام كان هناك غضب في الشارع الجزائري؟
الشارع الجزائري لم يهتم كثيرا اليوم بخسارة روراوة لسبب واحد وبسيط، أنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ستعرف رئيسا جديدا بعد 4 أيام من الآن، ولن يكون روراوة، لأن روراوة لم يترشح لخلافة نفسه رسميا. تم اعتماد أمس فقط، تم اعتماد مرشح وحيد للانتخابات، هو مرشح رئيس فريق من الدرجة الثانية، فريق صاعد إلى الدرجة الأولى. هذا المرشح هو زرتشي، هذا سيكون رئيس الاتحادية، تم تحضيره وتجهيزه ليكون رئيس الاتحادية. الآن نهاية عهد روراوة، سواء على مستوى الاتحاد الجزائري او على مستوى الكاف. يعني اليوم لما نتحدث الجزائريين لن يتحدثوا فقط عن خروجه من الكاف، ولكن ايضا من الاتحاد الجزائري. السؤال: ما الذي سيصبح روراوة الان في سن 70 سنة؟ هل انتهى روراوة؟ هذا سؤال تقريبا مطروح، رغم انه توقعنا كجزائريين، كنا نتوقع انه هو من سينافس عيسى حياته في هذه الانتخابات، ولكنه فسح له الطريق لعيسى حياته وصوت عليه، والنتيجة انه ما خرج معا اليدا في يد، رغم انه كان قادر ان يكون هو البديل. لانه اليوم لما نتحدثوا كابتن عن احمد ربما لا يملك الخبره، ولكن كان مرشح المستضعفين ومرشح المظالين ومرشح المعارضين ومرشح الذين ظلمهم عيسى حياته، لان عيسى حياته في السنوات الطويله عدد وجمع الكثير من الاعداء. لا يوجد تقريبا، كل البلدان الافريقيه تعرضت الى المظالم. الرجل يسير الاتحاد الافريقي كانه ملكيه خاصه. امس فقط عقد مدغشقر على ترشح احمد بان سحب منها كاس افريقيا 2017 اقل من 17. يعني يتصرف كانه ملكيه خاصه هذا الاتحاد الافريقي. صحيح. اليوم نهايه عهد وعهد جديد، ربما رياح التغيير عصفت في الاتحاد الافريقي، ونعرف ربما الكواليس الاتحاد الافريقي انه احمد حليفه السري هو انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي الجديد، ربما عهد جديد للكرة في افريقيا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أشكرك شكرا جزيلا السيد نجم الدين سيدي عثمان، الناقد الرياضي الكبير بجريدة الهداف. وهذا هو عناق الفساد. هوقف البيان واروح لسمير بيه حلبيه رئيس النادي المصري. يا سمير بيه، مساء الانوار. اهلا، مساء الخير عليك كابتن. ربي يخليك. انا انفردت بفجوره هنا من نص ساعه او تزيد، ويا رب تكونوا تاكدتوا من صحه المعلومه ان الاتحاد الدولي قد اوقف انشطه الاتحاد المالي اعتبارا من الجمعه 17 مارس. احنا بعتنا للاتحاد الافريقي دلوقتي عشان نعرف، قالوا لنا الخبر ده مظبوط، بس لسه ما بعتولناش حاجه رسمي. ده نزلوه، خلي بالك على الصفحه بتاعتهم دلوقتي، على صفحه الاتحاد الافريقي نزل الخطاب دلوقتي. هم قالوا لنا برضه كده، بس لسه هم ما بعتوش بقى للنادي المصري حاجه رسمي. لازم يجي لك لازم يجي لنا ولا يستطيع ان هو ان يخالف تعليمات الاتحاد الدولي. بالظبط كده. الاتحاد الدولي الحكام لسه واصلين بقى لهم تلت ساعه ونص ساعه الحكام. اعمل ماتش ودي بقى كده ولا اعمل تقسيمه ولا حاجه ان شاء الله. يعني الخير فيما اختار الله ان شاء الله. كابتن حسام حسن عرف اخترته؟ لا لسه، اكيد برضه يعني تليفونات كتير قوي فاكيد. هو وليد بدر تواصل هنا مع الجماعه بعد ما انا قلت ان انا اول واحد بفضل الله انفردت بهذا الخبر على مستوى مصر كلها. فهو اتصل مباشرة لما قالوا له مدحت قال كذا، اتصل بالاعداد قالوا له، وهو اخطر حسام لانه بيقول ان هو في محاضرة هو وابراهيم وكده. بس خبر عظيم يا سمير بيه. طبعا خبر عظيم، وانت بتجيب غير الاخبار العظيمة. ربنا يديك الصحة والعافية يا كابتن، يا رب يبارك فيك. يا رب يخليك. دوجليبا وصلوا؟ وصلوا مقيمين في القاهرة هنا، والحكام واصلين بقى لهم ساعة كده تقريبا. لكن اكيد هم لسه ما يعرفوش، اكيد احتمال يعرفوا، الله اعلم. هو احنا عندنا بس في موضوع كنت عايز اكلمك عليه، ان السفارة الهندية اتصلت بينا النهارده وبعتت لنا مكتوب عايزين فريقهم تحت 16 سنة يلعب مباراة ودية في بورسعيد على استاد النادي المصري. فبس انا بزف لك الخبر برضه. خبر جميل جدا. هيلعب 16 سنة قدام مين؟ قدام النادي المصري. حلو. قدام فريق تحت 16 سنه النادي المصري برضه. يعني فريق من الهند تحت 16 سنة، نادي هندي. نادي هندي بمناسبة هم بقى لهم 70 سنة.
يعني التحرير بتاعهم بقى له 70 سنه. عيد الاستقلال. عيد الاستقلال. فبيحتفلوا، فجايبين فريق هندي تحت 16 سنه يلعب مع النادي المصري تحت 16 سنه. تحت 16 سنه. يوم لسه ما حددوش اليوم. لسه ما حدوش، لكن بعدين بياخدوا الموافقه يعني. بعدين بياخدوا الموافقه. كويس. وحضرتك بعت بقى للاتحاد الكوره والكلام ده؟ لا لسه بكره ان شاء الله باذن الله، ويوم السبت هنبعت لاتحاد الكوره. انت بتاع الاخبار الجميله الجديده، فبنتمنى ان كده يعني ان شاء الله باذن الله اول ماتش على النادي المصري ما حدش يجي الا انت ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب. والف سلام عليك. سامع ان في وعكه صحيه كده بسيطه. الف سلام. الحمد لله والشكر لله. ربنا يبارك فيك. الف سلام يا سمير بيه وبالتوفيق، وان شاء الله مباركه مقدمه على مباراه دي جوليبه ان شاء الله. يا رب يبارك في حضرتك. ان شاء الله. اشكرك يا سمير بيه.